السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل كده إنك بتجهز لفرحك، لابس بدلتك ورايح تتجوز. تدخل قاعة الفرح تلاقي الناس بتقولك استنى يا عريس، قبل ما نبدأ لازم العروسة تمشي فوق نار مولعة. وانت واقف تقول في سرك هو أنا دخلت فرح ولا برنامج مقالب؟ بس ده بيحصل حقيقي، وده جزء من أغرب عادات الزواج في الصين. بلد لما يقولك فرح لازم دماغك تكون مستعدة لأي حاجة، من أول نار تحت رجلين العروسة لحد الجواز من حد ميت. في بعض المناطق والقبائل الصينية زي قبائل التوجيا، العروسة قبل الجواز تمشي حافية القدمين فوق جمر مولع نار حقيقية. والموضوع ده ليه معنى عندهم، مش تعذيب ولا قسوة. هم شايفين إن النار بتطهر وبتشيل الطاقة السلبية وبتبعد الحظ الوحش، وكمان بتثبت إن العروسة قوية وتقدر تتحمل الحياة الزوجية. يعني لو عدت من النار هتعدي أي مشكلة بعد كده. ودي عادة من ضمن عادات غريبة جدا. في عادة تانية، العروسة قبل الجواز بشهر كامل تبدأ تعيط، بس مش عياط حزن، ده عياط عبارة عن طقس يومي. لازم العروسة تعيط ساعة كل يوم، وبعد كام يوم أمها تيجي تعيط معاها، وبعد أسبوعين تنضم ليهم الجدة والخالات والعمات، لحد ما البيت كله يبقى حفلة بكاء منظمة. والعجيب إنهم شايفين العياط ده تعبير عن الفرح والامتنان، عن إن البنت زعلانة إنها هتسيب بيت أهلها. ودي عادة قديمة جدا ومتوارثة، مش تمثيل ولا دراما، ده تدريب نفسي على الجواز. يعني بدل ما العياط يطلع بعد الجواز يطلع كله قبله ونخلص. نيجي بقى للعريس اللي فاكر نفسه داخل فرح وهو في الحقيقة داخل اختبار. في الصين في تقليد مشهور جدا اسمه ألعاب باب الفرح. أول ما العريس يوصل بيت العروسة الباب يتقفل، وصحبات العروسة يمسكوه استجواب، يطلبوا منه يغني ويرقص ويعمل تمارين وياكل أكل شكله يخوف، ويجاوب على أسئلة محرجة عن العروسة، وكل ده قبل ما يسمحوا له يشوفها. ولو حاول يفاصل أو يتهرب يبقى ممنوع الدخول عندها. الفكرة إنهم عايزين يتأكدوا إنه فعلا بيحبها ومستعد يتعب عشانها، بيشوفوا مدى حبه ليها وقدرة احتماله. وفي عادات أقدم شوية، الموضوع كان أبعد من الألعاب. في مناطق معينة العريس كان يتضرب من أهل العروسة، عصيان خفيفة أو خبطات، واللي يستحمل أكتر يبقى راجل يعتمد عليه. يعني اختبار رجولة قبل الجواز من غير لجنة ولا درجات، مجرد استحملت ولا لأ، ولو صرخت تبقى فضيحة اجتماعية. أما بقى الفلوس فدي حكاية لوحدها. الجواز في الصين مكلف بشكل يخوف. المهر عندهم اسمه تمن العروسة، وده بيشمل فلوس وهدايا وذهب وأحيانا بيت وعربية، خصوصا في القرى والمناطق الريفية. المبالغ دي بتوصل لأرقام تخلي العريس يفكر يفتح مشروع بدل ما يتجوز، وده سبب أزمة جواز حقيقية في الصين. شباب كتير مش قادر يتجوز بسبب التكاليف، والحكومة نفسها حاولت تتدخل عشان تقلل المهور شوية ويحدوا من المبالغة، لأن الموضوع قلب من تقليد اجتماعي لضغط اقتصادي خانق. كمان ظهر حاجة غريبة جدا، ظهر في الصين مفهوم اسمه الزواج العاري، وده جواز من غير أي مظاهر مادية، لا شقة ولا عربية ولا مهر تقيل، مجرد اتنين قرروا يتجوزوا وخلاص. الحركة دي طلعت كرد فعل على الغلاء والتقاليد المكلفة، وناس كتير شافوها ثورة هادية ضد ضغط المجتمع، بس برضه قابلت هجوم، لأن في ثقافة الصين الجواز مش شخصين بس، ده عيلتين وتاريخ كامل. ومن هنا نوصل لأغرب عادة ممكن تسمع عنها في حياتك، وهي زواج الأشباح. ودي عادة قديمة جدا موجودة في بعض المناطق الصينية. لو شخص مات من غير ما يتجوز، عيلته ممكن تجوزه بعد موته عشان روحه ما تفضلش وحيدة، وأحيانا العيلة تدور على عروسة ميتة زيه،
وأحيانا العروسة تكون حية، وكل ده بيتم بطقوس حقيقية ومصاريف حقيقية. الموضوع ده مش أسطورة، ده موثق في دراسات اجتماعية صينية. ورغم إن الحكومة بتحاربه دلوقتي إلا إن آثاره لسه موجودة، وناس لحد النهاردة مؤمنة إن الجواز بعد الموت بيجيب السلام للروح. تخيل بقى تحضر فرح والعريس صورة متعلقة، حاجة مش معقولة. وفي الصين القديمة كمان كان في نوع من الجواز اسمه العروسة المتربية. يعني ايه؟ يعني بنت صغيرة تتربى في بيت العريس من وهي طفلة، ولما تكبر تتجوز الابن. العادة دي كانت منتشرة بين العائلات الفقيرة عشان تقلل التكاليف، ودي كانت جزء من الواقع الاجتماعي زمان. الألوان في الفرح الصيني قصة لوحدها. مفيش أبيض ولا فستان ملكي زي اللي نعرفه. الأحمر هو سيد الموقف، لون الحظ والسعادة والازدهار. العروسة تلبس أحمر والزينة أحمر، والهدايا مغلفة بالأحمر. حتى الأكل له رمزية، السمك يعني خير، والمكرونة الطويلة يعني عمر طويل. يعني الفرح هناك مش شكل وبس، ده رسالة رمزية كاملة. وبرضه الجواز في الصين ما يعتبرش كامل غير لما العريس والعروسة يقدموا الشاي لأهلهم. طقس بسيط في شكله بس عميق في معناه، بيرمز للاحترام واعتراف بالفضل وموافقة رسمية من العيلتين. من غيره الجواز يبقى ناقص حاجة مهما كان الفرح كبير. كل العادات دي لما تحطها جنب بعض تحس ان الجواز في الصين مش مجرد ارتباط اتنين، لا ده حدث اجتماعي ضخم فيه تاريخ وخرافات ومعتقدات وتقاليد بقالها آلاف السنين. واللي نشوفه احنا غريب ومبالغ فيه هم شايفينه طبيعي ومتوارث، لأن الثقافة بتشكل نظرتك لكل حاجة. وبعد الرحلة الطويلة دي في ثقافة الزواج الصيني أكيد هتطلع بسؤال واحد: هو الجواز عندنا رغم كل حاجة مش أرحم شوية؟ يمكن بس المؤكد إن كل ثقافة وليها دماغها. ومن الحاجات اللي لسه ما تكلمناش عنها إن في بعض المناطق الصينية كان زمان الجواز لازم يتم في يوم معين محسوب، مش أي يوم وخلاص، لا في شخص متخصص اسمه قارئ الحظ أو العراف يقعد يحسب تواريخ ميلاد العريس والعروسة بالسنة والشهر واليوم، ويطلع لك يوم محدد جدا يقول لك ده اليوم المناسب للجواز. غيره لا، ولو اتجوزتوا في يوم غلط الجوازة كلها ممكن تفشل مهما كنتوا بتحبوا بعض. وعشان كده تلاقي أفراح كتير بتتأجل شهور وسنين، مش عشان الفلوس، لا عشان اليوم المناسب لسه مجاش. وكمان من العادات اللي لسه موجودة لحد دلوقتي إن أهل العروسة أحيانا يختبروا بيت العريس قبل الجواز، يروحوا يشوفوا المكان اتجاهه ايه، بابه على فين، النور دخله ازاي، حتى السرير محطوط فين. لأن في اعتقاد صيني قديم إن ترتيب البيت وطاقة المكان ليهم تأثير مباشر على الجواز، ولو البيت طاقته وحشة الجوازة هتبوظ مهما كان العريس كويس. يعني الموضوع مش بس عريس وعروسة، ده بيت واتجاهات وطاقة وحظ، وكأن الجواز مشروع كبير لازم كل تفصيلة فيه تمشي صح عشان ينجح. لو وصلت لحد هنا قول لنا بقى في الكومنتات أنهي عادة صدمتك أكتر، وتحبوا نكمل في أغرب عادات الزواج في العالم ولا عادات أغرب في الصين نفسها. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان نفضل نعرف مع بعض أغرب الحقائق في العالم. سلام.